ما تيجي اقولك تعملي ازاي كاسات العظمه دي، كاسات الدفى، كاسات الحلاوه، كاسات. يعني احنا داخلين بقى على راس السنه، عايزين حاجات من دي كتير والله. بما ان الجو اصلا بقى تلج، فعايزين حاجات تدفينا. تعالى اقولك يلا هنعمل ايه. بس يا ريت قبل ما نبدا الفيديو يا ريت تعملي لايك للفيديو، ولو اول مره تشوفيني ما تنسيش تعملي فولو للبيج، وما تنسوش تصلوا على النبي في الكومنتات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. تعالوا يلا. الله، تعالوا نشوف هنعمل ايه مع بعض. يلا يا ولاد تعالوا يلا القمر نبدا. دي يلا جبت بسرعه. كوبايه الشعريه دي وسخنت الطاسه بتاعتنا كده شويه على النار، ونزلت بمعلقه سمنه كبيره، دي ما يعادل معلقه سمنه كبيره، ونزلت بكوبايه الشعريه القمر بتاعتنا دي وقلبناها كده، وقعدنا نشوحها لحد ما تاخد لون اصفر ذهبي كده. لا بس يكون محمر شويه، انا عاوزاه يكون محمر شويه علشان يكون باين كده في اللبن. طبعا انتوا عارفين الشعريه اصلا بيبقى لونها عامل ازاي، اللون المحمر الحلو ده، بس يا ريت ان احنا ما نودوش للبني، فاهمين؟ هو ده اللون اللي انا عايزاه. شايفين حلو ازاي؟ هنوصل بقى للون ده. تمام. وتعالوا نشوف بقى هنعمل ايه. معانا لتر من الحليب او اللبن، في المكان اللي انتوا عندكم بتقولوا عليه ايه، احنا عندنا بنقول عليه لبن، احنا في مصر بنقول على الحليب لبن. تمام. لتر من الحليب، وهننزل بالشعرية كده تاخد الصدمة، وهنديها طشة كده في المقلاية علشان ننزل بقية الشعرية. هننزل بنص كوباية من السكر. تمام. وهنقلب كويس جدا علشان السكر يدوب. هننزل كمان بمعلقتين قشطة. القشطة يا جماعة بتديه دسامة كده، بتديها دسامة كده وحلاوة، لا 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 في حتة تانية خالص بجد. هننزل بمعلقة واحدة من النشا، ويستحسن برضو ان احنا ما نحطش نشا علشان بتمسك بعد كده. ان احنا نسيبها بس باللبن بتاعها علشان يكون خفيف كده. تمام. ادي اهو معلقه النشا عطيالها قوام تقيل كده، بس هو بيتقل كمان بعدها بشويه. وبكده تكون الشعريه باللبن جاهزه معانا. تعالوا يلا علشان نقدمها. الله، تعالوا شوفوا بس. واو. بس انا يا ماما حلوة اوي. هيتكسر. شايفين القمر؟ بجد هو في قمر كده والله العظيم، بجد حاجة خطيرة خطيرة بجد. تعالوا، انا شفت ناس ومامتي من الناس دي حاطه عليها صوص كراميل، بس انا ما عنديش، وعشان اكلها للولاد لازم احط في اي حاجه ايه، صوص شوكولاته. انت فاضي ولا ايه؟ انا لسه جايباك من بيتك. يا سيدي انا هخلي بتاعتي من غير، علشان ايه؟ عاوز استطعم ايه حلوه حلوه حلوه. لا، واهم حاجه ان هي بتدفي. انت عارفه تاخدي المعلقه من هنا تحسي خلاص ان انت اتدفيتي. خطيره خطيره خطيره. الشعريه باللبن احلى 100 مره من الشعريه العاديه والله العظيم. يعني ايه الله، يعني ايه شعريه باللبن؟ يعني حاجه كده بتدفيكي، بتوصلك لاعلى درجات الدفى. جماعه انا مش قادره اقاوم جمالها بجد.
من حلاوتها مش قادرة اقاوم جمالها بجد. حاجة كده خطيرة.